سامعين القماشه عامله ازاي. يلا بينا بقى ايه نطلع نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نطلع بقى نقول بسم الله كده ونطلع بالصلاه على النبي. الله الله. اوف. انتوا لازم تجربوها لان طريقتها بجد حكايه. يلا بينا بقى ايه نشوف مع بعض المقادير علشان تطلع معانا الكنافه بالشكل المميز اللي انتوا شايفينه ده، وتطلع معانا مطة الجبنه الجميله، وناكل الكنافه وهي سخنه، حاجه كده عظمه جدا. فيلا نشوف مع بعض المقادير. وطبعا انا اختصرت في خطوات كتير عشان ما اطولش عليكم. انا عندي هنا الكريمه والجبنه. الكريمه دي بتبقى عباره عن نص لتر من اللبن و3 معالق كبار من النشا، بقلبهم على البارد من غير سكر حتى لحد ما تبرد معايا، وبعد ما تتقل طبعا تتقل كويس جدا وتبرد. وعندي هنا الجبنه الشيلر اللي بنستخدمها او العكاوي او بقى الجبنه الموتزاريلا، بس طبعا افضل حاجه ليها هي الجبنه الشيلر. ببدا ان انا انقعها في ميه، وطبعا ببدا افك الكريمه عندي، ببدا انقع الجبنه دي في ميه لحد ما يروح منها الملح تماما، كل شويه اقعد اغير عليها الميه واعصرها كويس، وابدا اخلطهم مع بعض كويس جدا. زي ما قلت لكم الشيرل او العكاوي من عند منتجات الالبان، في محلات سوريه كده بتبدا ان هي تبيع حاجات ديت، هتلاقوا عندهم حاجات بجد محترمه جدا نبدا ان احنا نشتغل بيها، هي او العكاوي او الموتزاريلا. تمام كده. عندي الكنافه اللي لونها برتقاني او الكنافه اللي لونها احمر، او اجيب انا واحطها احط لها لون مفيش مشكله. بحط لها 3 معالق من السكر البودر وبقلبهم مع بعض كويس جدا، وبديها ضربه بسيطه كده في الكبه لحد ما تنعم معايا بس مش قوي. بجيب عندي الصينيه اللي هتدخل الفرن. تمام. ببدا ان انا اوزع فيها السمنه، سمنه بلدي او سمنه عاديه، وببدا ان انا ابصم عندي الصينيه كويس جدا. عندي طريقتين، طريقه التسحيب طبعا دي احنا بنستخدمها لو عاملين الكنافه كبيره شويه متقطعه اكبر من كده، لكن انا ضاربها عندي في الكبه، مش لازم انعمها قوي علشان يبقى شكلها افضل يعني، تطلع معايا بالشكل ده. وببدا ان انا اكبسها كويس جدا، وباجي من على الاطراف ببدا ان انا اظبطها بالشكل ده. ممكن احطها بقى تحت مكبس او صينيه اصغر منها، وابدا ان انا اظبطها. انا يعني عندي هنا حله ابتديت ان انا اضغط بيها لحد ما اكبسها كويس جدا، ده ضروري جدا يا جماعه. طبعا احنا هنسوي الكنافه النابلسيه على البوتاجاز، بحط بس معلقتين سمنه كده، حاجه بسيطه جدا من فوق. تمام. احنا زي ما اتفقنا على نوع الجبنه، اتكلمنا على الكريمه لما تبرد اخلطها مع الجبنه كويس. ببدا احط الحشو وببدا ان انا افرده بكيس، او ممكن البس جلافز مثلا وابدا ان انا افرد الحشو بتاعنا ده، بس ما اوصلش للاخر عشان الجبنه ما تتحرقش مننا. الكنافه اللي لونها برتقاني دي بتلاقوها عادي عند الناس اللي بتبيع الجلاش والقطايف والكنافه العاديه، بتلاقوا عندهم الكنافه البرتقاني دي بتتباع، هنجيب منها نص كيلو بس. نيجي عندي بقى على نار هاديه جدا، ابدا ان انا احرك الصينيه بالشكل ده وادورها، طبعا زي ما انتم شايفين باستخدام منديل او اي جلافز كده، لحد ما الحروف بتاعتها تطلع بالشكل ده وما تبقاش لازقه في الاطراف، وكمان الجبنه تسيح. انا اديتها بس طرف معلقه صغيره من السمنه علشان تطعم معايا الجبنه مش اكتر. وده الشربات التقيل البارد، كوبايتين من السكر، كوبايه ميه، رشه ملح ليمون، ومعلقه سمنه صغيره، وبسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد ما الكنافه بتستوي بتاخد معايا تقريبا تلت ساعه ربع ساعه، ببدا ان انا اقلبها وتطلع معايا بالشكل ده. اللهم صل على النبي، حاجه محترمه جدا، بس خدت اللسعه اللي في النص دي فطبعا مش هتترمي. ببدا اديها بقى الشربات اللي هو التقيل البارد، زي ما انتوا سامعين القرمشه كده، ده طبعا عشان الشربات بارد والكنافه سخنه، وتطلع معايا بقى اوبا، يعني حاجه بقى ايه من الاخر، تتاكل وهي سخنه كده وتطلع معاكم زي العسل. لو عاوزين الكنافه تطلع معاكم طريه ما تبقاش مقرمشه شويه من بره، ادوها الشربات يكون سخن او دافي شويه، هيطلعها معاكم 10 على 10. بعمل ايه بقى علشان اسخنها تاني وترجع تديني نفس المطه؟ ببدا ان انا احط ميه بتغلي، واحط الصينيه دي زي ما هي كده، الجبنه من تحت حطوها عليها بس 3 دقايق، الجبنه هتسخن تاني فهتبدا تمط تاني. تمام. ندوق بقى الكنافه اللي احنا عاملينها دي، يا سلام يا سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. جامده قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم وتطلع معاكم بالشكل المميز ده. واي وصفه محتاجينها اكتبوها لي في التعليقات. السلام عليكم.